لو جينا نرتب أعظم مباريات مهرجان سمر إسلام من الأضعف للأفضل، فالترتيب هيكون كالتالي. في المركز السابع هتكون مباراة ذا أندرتيكر ضد بروك ليزنر سنة 2015، ودي على الرغم من انها رجعت عداوة تاريخية وكانت مليانة بالسبوتات الخطيرة والقوية اللي خلت الجمهور على اعصابه، الا ان النهاية الجدلية هي اللي قسمت الجماهير وخلت قيمتها تقل. والمركز السادس بيروح لمباراة سي ام بانك ضد بروك ليزنر سنة 2013، فدي مواجهة اسطورية بكل معنى للكلمة. فبانك لعب بروح المحارب ضد الوحش البشري الضخم، واثبت ان هو قادر ينافس على اعلى مستوى رغم طبعا الفرق الكبير في الحجم والقوة. والمركز الخامس بيروح لمباراة ستيف اوستن ضد كيرت انجل سنة 2001، فدي كانت مواجهة نارية بكل المقاييس، لكن النهاية بالديسكواليفيكيشن هي اللي ضيعت جزء كبير من قيمتها. اما المركز الرابع فهو مباراة جون سينا ضد ايج ستايلز سنة 2016، ودي بلا شك واحدة من اعظم واجمل مباريات سينا على الاطلاق. فهي كانت مواجهة اسطورية واداء تقني عالي جدا خلى الجماهير تعيش كل لحظة. وفوق ده كله ففوز ايج ستايلز على سينا كان مفاجأة محدش توقعها. والمركز الثالث بتيجي مباراة اندرتيكر ضد ايدج سنة 2008 في القفص الحديدي، مباراة دموية ومرعبة بكل معنى للكلمة، وكانت مليانة بالسبوتات المؤلمة والنهاية التاريخية لما الاندر رمى ايدج من فوق السلم لجحيم وسط النار، ودي لحظة خلدت الماتش كأسطورة في سمر اسلام. وبعدين نروح لمباراة تريبل اتش ضد شون مايكلز سنة 2002، وساعتها شون مايكلز كان رجع بعد إصابة طويلة في ملحمة درامية خلت كل لحظة منها أيقونية. وأخيرا نروح لمباراة القمة من وجهة نظري، ودي كانت مباراة بريت هارت ضد أوين هارت سنة 1994، ودي كانت تحفة فنية وصراع عائلي كلاسيكي بيتقال لغاية النهاردة إن هو أعظم حاجة اتقدمت في تاريخ سمر اسلام.